من وسط أرض الخير ولد بلد الحضارات، بلد التراث والآثار، بلد الخيرات ومنابع الدجلة والفرات، ولد بلد الغيرة والسلام، العراق حديثاً وبلاد ما بين النهرين قديماً. حبيب أمك ديلة رايعة وجميلة، ألف ليلة وليلة حب وغرام، هي حلوة هي جنها مزهرية، أصلها عربية دار السلام، كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق. جمهورية برلمانية اتحادية وفقاً لدستور العراق، ويتكون من 19 محافظة، عاصمته بغداد. وهل خلق الله مثلك في الدنيا. يقدر عدد سكان الجمهورية العراقية أكثر من 37 مليون نسمة، وغالبية السكان العراق مسلمين، وتصل نسبتهم إلى 95%، وتصل الأقليات الدينية إلى 5% من السكان، غالبيتهم من المسيحيين والسريان. وتوجد أديان أخرى كالمندائية، الإزيدية، اليهودية، اليارسانية والبهائية. والعراق بلد ميلاد النبي إبراهيم عليه السلام، وأرض الكثير من الأنبياء. الدستور الجديد للعراق وافق في يونيو 2004 على اللغتين العربية والكردية كلغتان رسميتان، في حين يعترف الدستور العراقي باللغة السريانية واللغة التركمانية كلغات إقليمية حسب الموقع. وكان الرئيس جلال الطالباني أول كردي شغل منصب رئيس جمهورية العراق، ليضيف إلى التاريخ السياسي العراقي سابقة جديدة إلى جانب سوابق أخرى سجلت باسمه. سلم على الجبل الأشم وأهله، ولا أنت تعرف عن بنيه من هم، وتقص كل مدبر رجل عنده، هو بالرجولة والشهامة مفعم. بالنسبة للتعليم العالي، يمتلك العراق الكثير من الجامعات في شتى المحافظات. محافظة السليمانية هي إحداها. السليمانية عاصمة الثقافة. يوجد في السليمانية العديد من المعالم الأثرية التي يزورها العديد من المواطنين، ولديها عدد كبير من المتاحف الزاخرة بالآثار لحضاراتها القديمة، إلى جانب أجمل المناطق السياحية. ولا تفارق الدبكة الكردية المناسبات والسفرات السياحية، إنها جزء من التراث الكردي. الدراسة في إقليم كردستان وخاصة في مدينة السليمانية على مستوى عالي، حيث يتسابق الطلاب للحصول على درجات عالية لضمان دراسة أكثر كثافة للتعليم العالي. جامعة السليمانية التقنية، الرؤية والرسالة. جامعة السليمانية التقنية هي إحدى الجامعات الحكومية وعضو في الاتحاد الدولي للجامعات. هي واحدة من المراكز العلمية والثقافية الهامة في المنطقة. تأسست وحدة التخطيط الاستراتيجي في الأصل عام 1996 باسم هيئة المعاهد الفنية، وبعد عدة تغييرات في نهاية 2012 أصبحت جامعة السليمانية التقنية، التي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعليم التقني هو حجر الأساس لنهضة المجتمع على الأصعدة كافة، لذا تعمل من أجل تقريب التعليم العالي في إقليم كردستان إلى سوق العمل، وتلبية احتياجات قطاعات العمل والإنتاج الحكومية. وتضم الجامعة 5 كليات و8 معاهد، ويقع الحرم الجامعي الرئيسي في مدينة السليمانية. وتسعى الجامعة إلى تنمية المجتمع المحلي والارتقاء به من خلال رفضه بالملاكات العلمية الفنية بالتخصصات المختلفة. وتعمل الجامعة على مد جسور التواصل مع نظيراتها المحلية والإقليمية والعالمية من خلال توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها،
لتبادل الخبرات والزيارات وتوطيد مكانتها في الخارطة الأكاديمية العالمية، فضلاً عن تعريف الآخرين بالشعب الكردستاني وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون معهم. ولليوم أبرمت جامعتنا مذكرات تفاهم مع أكثر من 60 جامعة معترف بها، ضماناً لمستقبل زاهر لطلابنا وخريجينا.